الموت يخطف حياة الفنان اليمني الكبير عبد الرحمن الحداد، وهذه تفاصيل وفاته وآخر لحظات حياته. لكن قبل ذلك يرجى منكم الانضمام إلينا والاشتراك في القناة. في خبر عاجل وردنا قبل قليل، فوجئ الوسط الفني اليمني اليوم بوفاة الفنان والإعلامي البارز عبد الرحمن الحداد. فما سبب وفاته؟ وكيف كان يعيش آخر لحظات حياته؟ ولد الراحل عام 1950 في محافظة حضرموت، وبدأ مسيرته الفنية في ستينيات القرن الماضي، متنقلا بين الغناء والإعلام، ليصبح أحد الأسماء البارزة في المشهد الثقافي والفني اليمني، حيث حقق حضورا واسعا على المستويين الخليجي والعربي من خلال أعمال فنية شكلت جزءا من الذاكرة الغنائية اليمنية، وأسهمت في انتشار الفن اليمني خارج حدوده. وحول تفاصيل وسبب الوفاة، كان الفقيد رحمة الله عليه قد توارى عن الأنظار طوال الأشهر الأخيرة، حيث كان يرقد في أحد المستشفيات بالعاصمة المصرية القاهرة نتيجة معاناته الطويلة مع مرض عضال، وظل يعاني في صمت حتى وفاته المنية اليوم، على أن يتم ترحيله إلى مسقط رأسه في اليمن ليوارى الثرى في الساعات القادمة لتلبية وصيته الأخيرة على فراش الموت.